أهلا بكم مشاهدينا، والبداية بالكرة العربية وهذا الخبر الحصري والخاص بفرانس 24، حيث قرر الدوليان الفرنسيان السابقان ريان أيت نوري وحسام عوار تحويل جنسيتهم الرياضية والالتحاق بصفة رسمية بالمنتخب الجزائري. الدوليان الفرنسيان السابقان كان قد دخل خلال الأسابيع الماضية في اتصالات مع رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم جهيد زفزاف، وبعدها بمدرب الخضر جمال بلماضي. الرجلان تمكنا من إقناع اللاعبين الفرنكو الجزائريين من الالتحاق بالخضر. مدافع نادي وولفرهامبتون الإنجليزي ومتوسط ميدان نادي ليون الفرنسي وقع بصفة رسمية على طلب تحويل جنسيتهما الرياضية من الفرنسية إلى الجزائرية، مستغلان قانون البهاماس الصادر في 2009 والذي يسمح للاعبي كرة القدم بتحويل جنسيتهم الرياضية إن توفرت فيهم شروط معينة. الاتحاد الجزائري لكرة القدم حول هذين الطلبين الخطيين مباشرة إلى الكاتب العام للاتحاد الدولي لكرة القدم، وفي حال ما إذا تمت هذه الإجراءات قبل تجمع الخضر في نوفمبر فسيكون الثنائي حاضرين في تربص المنتخب الجزائري. للتذكير فإن ريان أيت نوري سبق له أن تقمص ألوان المنتخب الفرنسي في 17 مناسبة وفي مختلف الأصناف الصغرى وإلى غاية فئة الأمال. نفس عدد المشاركات نجدها لدى لاعب ليون حسام عوار مع مختلف الفئات في المنتخب